أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. شاهد بالصور موقف محرج لمراسلة إخبارية على الهواء. تعرضت مراسلة إخبارية أسترالية لموقف غريب على الهواء مباشرة بعدما حاولت القضاء على بعوضة مزعجة، لكنها أخطأت وانتهى بها الأمر بصفع نفسها على وجهها وظهرت على الشاشة بشكل غريب. وذهبت المراسلة التركية أندريا كروزرز لتغطية واقعة مياه الفيضانات الأخيرة في مدينة بريسبان باستراليا، وسقطت حشرة على وجهها. ووفقا لصحيفة نيويورك بوست البريطانية، وكما يفعل أي شخص يكره الحشرات، ضربت المراسلة الحشرة المصة للدماء، لكنها كانت سريعة للغاية وتسببت في صفع نفسها بقوة على وجهها. وبعد ذلك ابتعدت المراسلة عن الكاميرا وهي تضرب ذراعيها مع استمرار هجوم البعوضة عليها. ونجحت كروزرز في الهروب من هجوم البعوضة دون أن تصاب بأذى. وفي اليوم التالي ارتدت غطاء رأس شبكيا أثناء البث المباشر، وقالت: أنا بخير يا شباب، وما زلت أضحك، وشاهدت مقطع الفيديو نحو 5 مرات. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.